ما نتكلموا على وجده الغاليه، هذه النقطه هذه، لان هذا الرجل تلمو يكذب بزاف. يجيب من بعض الكتب يقول لك هذه مملكه الجزائر وكذا لا، الجزائر كانت في ملك السلطان العثماني. الجزائر كانت في ملك السلطان العثماني. باغي تغير التاريخ بالسيف نتايا؟ باغي تغلط الناس بالسيف نتايا؟ باغي تزرع في الناس باللي كانت كاينه الدوله قبل الدخول الفرنسي؟ حقيقه غير ذلك. كل تلك الارض التي تقع حاليا في شمال الجزائر كانت تابعه للسلطان العثماني. هي من ممتلكات طبعا السلطان العثماني. الداي اللي كان في العاصمه الجزائر، ولا الباي اللي كان في قسنطينه، ولا الباي اللي كان في وهران، كل واحد كان يحكم في الديبارتمون نتاعه. كانوا نواب نتاع السلطان العثماني على هذه المناطق، وكانوا يتكلموا باسمه ويديروا معاهدات، ما كانوش يرسلوا السفاره، على خاطر السفير من صلاحيه الستانه، من صلاحيه السلطان العثماني. العكس من ذلك، المغرب كان امبراطوريه، ولما كانوا يتكلموا كانوا يستعلموا يعني مملكه فاس ومملكه مراكش والسوس وتوات والسودان، يعني لو مالي، كان هذه ديبارتمون كما كان السلطان العثماني. المغرب كان عنده ديبارتمون كبار كانوا تابعين السلطان تاع المغرب. علاش كي كانوا يقولوا سلطان مراكش وفاس وسوس والسودان وكل هذه المناطق وشنقيط، كانت دولتين اسلاميتين مستقلتين في ذلك الوقت. كانت الامبراطوريه العثمانيه وكانت الامبراطوريه الشريفه. ما كان لا تقول لا هاك ولا هاك، وهذا ماهوش عيب، هذا ماهوش عيب، هذا التاريخ، وهذه هي الحقيقه التي لا تقبلها انت ولا نظامك. اذا غادي نرجعوا الان لمدينه وجده، لقلعه الرجال وجده. انا غادي نرد عليك بناء من التاريخ ومن كتاب، هذا الكتاب اللي يتحدث على تاريخ وجده منذ تأسيسها إلى غاية عهد الحماية. غادي نبدو باش نقرأ عليكم وتشوفوا بعينيكم، يعني ماشي هو قال باللي الجزائر فقدت وجده في 1813. هذا الكتاب راه فيه أكثر من 270 صفحة. أنا سأختار إليكم بعض الفصول ونبداو الفصل. نمشوا هنا الفصل الخامس. الفصل الخامس قلت لكم ما غاديش نتكلم على ما قبل، غادي نتكلموا على من القرن السابع عشر وروح، يعني غير الدولة العلوية الشريفة، عهد الملوك العلويين. نبدو بالقسم الأول. غادي نبدو بالقسم الأول ونتكلموا هنا على عهد مولاي محمد الأول، يعني محمد الأول الذي تسمى على اسمه جامعة وجدة. هنا في عهد السلطان مولاي محمد الأول يقول الكاتب أنه ما إن شعر محمد بن علي الشريف، هذه في الفترة يعني في القرن السابع عشر 1657، ما إن شعر محمد علي الشريف بصعوبة بسط سلطته على الأمصار المغربية الرئيسة، حتى قرر في 1068 للهجرة 1657 أن يتصل بأهالي الأطراف الشرقية، وبخاصة القبائل المعقلية التي لم تتوانى في مبايعته. تبع مليح دومير، أقرأ. وعلى رأسها فصائل سكونة والعمارنة والمنبات الحليفية التي اشتهرت بحبها لآل البيت، فاقتحم بها في بادئ الأمر جبال بني زناسن التي كانت قبائلها منقسمة على نفسها تحت تأثير الدعاية التركية، فاستولى عليها عنوة، ثم عرج على مدينة وجدة التي كانت هي أيضا محط أنظار الدخلاء والطامئين، فدانت له. ثم أغار على الزكارة وابن سنوس وولاد علي والحاميات التركية المتمركزة وين؟ وراء وادي تافنة. وادي تافنة يعني كنت سبق وأنني شرحت جاية شرق مدينة مغنية، يعني الحدود بين إيالة الترك والإمبراطورية الشريفة ماشي كما راها اليوم على واد كيس، راها كانت على واد تافنة، ماشي كما هما يقولوا وادي ملوية الذي يبعد إلى غاية ناحية قرسيف، يعني كي تقرب لتازة، وهذه كلها مغالطة لا أساس لها من الصحة. يقول الكاتب: ويبدو أن الحماس الذي كان يحرك قبائل أنجاد تسرب مفعوله إلى نفس مولاي محمد،
لذلك وبدعوة من بطون حميان الزغبية، وأنا أعتز بالانتماء إلى قبيلة حميان، اكتسح بجموع غافرة الصحراء الممتدة من فيقيك إلى الغواط، ثم قفل راجعا إلى وجدة ومنها إلى سجل ماسة، وهناك تبادل المراسلات مع الأتراك من أجل احترام الحد الفاصل بين الدولتين وهو وادي تافنة. ولما نشب الصراع بينه وبين أخيه المولى الرشيد توجه إلى شرق المغرب ليستنفر أنصاره، فوقع في الكمين الذي نصب له، فكان في حتفه بناحية قرية رسلان يوم الجمعة 8 محرم 1075 فاتح غشت أوت 1664. وقيل بأنه دفن بدار يهودي اسمه ابن مشعل. أنا غادي نحط لكم الكتاب هذا بعد اللي بغى يقراه. اللي يهمنا ننتقل إلى نقطة هامة، الوحدة الوطنية في السياسة الإسماعيلية، يعني ما بعد السلطان مولاي محمد الأول اللي هو ولد علي الشريف، أنا نمشوا لمولاي إسماعيل اللي هو من أقوى سلاطين المغرب. وش يقول هنا الكاتب؟ من الواضح أن مولاي إسماعيل من الفترة ما بين 1672 إلى 1727 كان يضع من بين اهتماماته الكبرى تصفية الجيوب الشاطئية من الوجود العسكري الإنجليزي والإسباني والبرتغالي في الجهات التي كانت تئن تحت مناورات الهيمنة الأوروبية منذ 3 قرون، لكنه كان يشعر بضرورة صون الأطراف الشرقية من البلاد لأن الأتراك لم يستفيدوا من دروس الماضي واستمروا في سياسة الدسيسة والخداع، لا سيما وأن بعض القبائل كالشراقة وهوارة ومديونة وبن سنوس وبن عامر وأشجع كانت تثور عليهم من حين إلى آخر وتعتبر المغرب دار هجرة ونجدة. في 1678 السلطان مولاي إسماعيل توجه بجيشه إلى ما وراء وادي تافنة ليؤكد أهمية الحد بينه وبين جيرانه، وأثناء ذلك أمر بتجديد أسوار مدينة وجدة وتحصيناتها. ثم في 1090 للهجرة يعني 1679 شحنها بحامية إضافية من عرب الشبانات وزرارة الذين نقلهم من منطقة الحوز وولى عليهم أبو البقاء العياشي بن زويعر الزراري، فضيقوا الخناقة على شيعة الأتراك من بني زناسن ومنعوهم من الحرث ببسيط أنقاد، كما أنه أمن السبل ببناء 3 قلاع: الرقادة بسهل التريفة، العيون سيدو ملوك، بغربة قرب نهر ملوية، وأنزل بكل واحدة منها 500 فارس. ولا شك أن الحاميات تلك القلاع لم تتمكن من تأديب قبائل بني زناسن التي كانت دأبها التنافر والتناحر فيما بينها، لذلك شن عليها في 1091 يعني في 1680 حملة واسعة النطاق وأرغمها على الاستسلام وجردها من أسلحتها وخيولها، ثم أحضر بأنقاد شيوخ قبائل الأحلاف وسقونة والمهاية وحميان وألزمهم بالقيام بالتكاليف المخزنية لأنهم تتاقلوا إلى الأرض أو تباطؤوا حين بلغهم نداء الاستنفار العسكري. ولما مر بمدينة تاوريرت لاحظ أن قلعتها تصدعت وخربت، فجدد مرافقها وأضاف أبراجا أخرى في أسوارها وأنزل بها 100 فارس من عبيد البخاري بإيالهم وأولادهم. هذه رانا نتكلموا، هو قال لك دومير الدولة الجزائرية كانت تحكم في وجدة، وين راه تحكم في وجدة هنايا؟ جيب لنا هاد دي ديتاي اللي يكذبوا هاد الأمر. وفي سنة 1692 مولاي إسماعيل أوفد ابنه مولاي زيدان لإبرام الصلح معهم أو الأصح لإبرام الهدنة، لأنه هاجمهم بناحية تلمسان، وهكذا تأرجحت العلاقات بين الجانبين بين الاعتداءات والمناورات وبين تبادل السفرات لإجراء المفاوضات وتقديم المجاملات. وهنا شوفوا هذه الجزئية اللي تأكد على أنه لم تكن هناك دولة جزائرية بل كانت إيالة الترك تابعة للسلطان العثماني. تجدر الإشارة يقول الكاتب إلى البعثة المكونة من 10 شخصيات التي أوفدها السلطان محمد بن محمد العثماني إلى العاهل المغربي في 1697، وما يدل أن هذا الأخير كان عازما على سد أبواب الفتنة والحروب بين المسلمين. أنه وبخ ابنه المولى زيدان يعني مولاي إسماعيل لما أغار على الأتراك من وجدة، يعني وجدة كانت في حكم الدولة العلوية سنة 1700 والتي كان والي عليها المولى زيدان، فاستولى على قلعة معسكر وانتهب قصر أميرها عثمان باي الذي كان منشغلا في بعض غزواته قبل عزله من منصبه، وولى مكانه أخاه مولاه المولى حفيظه. في ذاك الوقت كانت معسكر هي عاصمة بايلك الغرب وليس وهران، وهران كانت تحت الاحتلال الإسباني. إذن هنا غادي ننتقل لكم لواحد النقطة لأن كاين معطيات هامة
في هذا الكتاب.